أقول لمن ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن السبيل، أقول لهم عليهم أن يتقوا الله في الوطن والرحم، عليهم أن يعلموا أن الوطن غفور رحيم. انتقلت بعثة التلفزة المغربية إلى منطقة خط الدفاع الواقعة بين القطاعين الفرعيين للجلتا وأمجلة، وهي المنطقة التي استهدفها الهجوم الفاشل لمرتزقة البوليساريو. لكن قبل الوصول إلى عين المكان كان لابد لنا من التوقف بالموقع العسكري لأمجالة، وهو موقع يبعد عن مدينة العيون ب230 كيلومترا، وعن القطاع الجنوبي حيث دارت المعارك ب18 كيلومترا. موقع تمت هندسته وتشييده بسواعد قواتنا المسلحة الملكية وفق تصاميم دقيقة وأسلوب فني بديع. ويلاحظ هنا التحرك اليومي والعادي لجنود وضباط القوات المسلحة الملكية. هذا هو القطاع الجنوبي لأمجالة المجاور لجلتة زمور، وهو القطاع الذي استهدفه الهجوم الفاشل لمرتزقة البوليساريو، وهو الهجوم أيضا الذي تكبد خلاله المرتزقة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. إنها حصيلة المحاولة الانتحارية التي أراد من خلالها المرتزقة النيل من وحدة المغرب الترابية، لكن كل الأحلام تبخرت على أرضية الواقع، ولعل هذه الصور غنية عن كل تعليق لكونها تعكس بكل وضوح جسامة العتاد والذخائر التي غنمتها قواتنا المسلحة الملكية عند تصديها لهجوم المرتزقة. هذا الهجوم الذي انطلق من العيديات في الصباح الباكر من يوم الخميس 16 نوفمبر 1989، واستهدف منطقة خط الدفاع الواقعة بين القطاعين الفرعيين للجلتا ومجالة. وخلال المعارك التي استمرت حوالي 3 ساعات حاصرت القوات المسلحة الملكية ببسالة الفيلقين المحمولين والفيلق المحمول على آليات BMP الذين دفع بهم المرتزقة في هذا الهجوم، وألحقت بعصابات العدو الخسائر التالية: نحو 100 قتيل وجريح، وقد ترك العدو 37 جثة ممزقة في الميدان، تدمير أو غنم كمية هامة من العتاد من بينها آليتان من نوع BMP، وتدمير 3 سيارات من نوع جيب حاملة للأسلحة الثقيلة، ومدفع واحد ذي فواهتين من عيار 23 ملم، وقاذفة صواريخ من نوع سبيغ 9، وعدد من المدافع من نوع B10 ومدافع من نوع RPG-7، بالإضافة إلى كميات هامة من بنادق كلاشينكوف. وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 5 أفراد، وجرح 13 آخرون، ودمرت سيارتان من نوع جيب. وما تجب الإشارة إليه هو أن العتاد العسكري الذي خلفه المرتزقة من صنع سوفيتي، كما أن المدرعات من نوع BMP التي استعملها المرتزقة في هجومهم تتوفر على أجهزة تقنية بالأشعة ما تحت الحمراء، وهي أجهزة تسمح بالمراقبة والتنقل حتى في الظلام الدامس. كما لاحظنا أن التصدي للمرتزقة من طرف قواتنا المسلحة الملكية المتمركزة ووحدات التدخل السريع كان محكما، بحيث تمت ملاحقة العدو على مدى 15 كيلومترا لتردهم على أعقابهم خاسرين.
وبهذا تكون قواتنا المسلحة الملكية قد حققت انتصارا آخر يضاف إلى الانتصارات السابقة. إلا سمحتوا غادي نبداو بالسلاح الأول اللي هو مهم، وهي هاد المصفحة الحاملة اللي هي من نوع BMP، واللي أصلها يعني سوفيتي، وهي تتكون عندها ثلاثة أسلحة مهمة. أولا هذا الصاروخ اللي هو تيبلغ المسافة نتاعو حتى 3000 مترو. وعندنا سلاح آخر مزدوج معه، وهو من عيار 73 ملم، ورشاش صغير من عيار 62 ملم حتى هو مزدوج مع هاد الأسلحة اللي ذكرنا. هذه مصفحة أخرى شبه الأولى، يعني عندها أسلحة بحال هذيك الأولى اللي شفنا، وزيادة على ذلك فإن هذه الأسلحة يعني عندها واحد يعني زيادة على السلاح، عندها واحد العتاد باش يمكن تشوف حتى بالليل. هذه سيارة من نوع لاندروفر كانت حاملة لواحد السلاح اللي تيسموه البيديس، حتى هو من صنع سوفيتي، وتيضرب يعني تيضرب من عيار 73 ملم. هذه سيارة من نوع تويوتا، يعني حاملة لسلاح ثقيل، وهو الرشاش المزدوج اللي من عيار 73 ملم، اللي هو أيضا زيادة على اللي مضاد للسيارات، فهو أولا مضاد للطائرات. هذه هي سيارة أخرى حاملة الرشاش اللي قلنا من عيار 23 ملم، وكيف تشوفوا فهو سلاح ثقيل، ويعني دائما القوات المسلحة اللي نتاعتنا تتغنموا من طرف العدو لعدم حسن استعماله من طرف العدو. هذا سلاح عاد ظهر عند العدو، واللي هو سبيغناف، وهو صاروخ يعني تضرب ضد المصفحات وضد السيارات كيفما كانت نوعها، وهو تيبلغ المسافة نتاعو من تقريبا من 2000 حتى 3000 مترو، وهو يعني سهل في الاستعمال. هذه روكيت، يعني صاروخ صغير من نوع 73 ملم، اللي هو تيستعملوه في هذا السلاح اللي تيسمى البيديس، وحتى هو كذلك من صنع سوفيتي. حديثة 73 متر اللي هي حتى هو من صنع روسي، اللي تسمى الار بي جي 7، وهو تيحملو يعني رجل واحد، تيستعملوه رجل واحد، وهو مضاد للمصفحات والسيارات وكل نوع نتاع السيارات كيف ما كانوا. وهذه واحد رشاش من الرشاشات الكثيرة اللي غنمتها القوى المسلحة الملكية، اللي غنمتها فوق السيارات المحروقة، واللي هو رشاش من نوع كالاش كذلك. وهنا غادي نشوفوا حاجة أخرى، وهو المفرقعات اللي تيحملها العدو، وهي مفرقعات من نوع TNT. وهذو بعض من القنابل اللي تشدات، وهي من نوعين، وحدة دفاعية هي هذه، وحدة هجومية. ونوجد الآن بالجدار الأمني، حيث يوجد بعض جنود قواتنا المسلحة الملكية الذين سيعبرون عن ابتسامتهم إثر الهجوم الفاشل لمرتزقة بوليساريو. شكرا. الجندي خليفي بالقاسم الموجود في النقطة اللي هجموا عليها الفلول من المرتزقة، ولقنا لهم درس اللي غادي يبقاو يعاودوها. المهم دافعنا على راسنا، وحنا مستعدين باش غادي نضحيو بالغالي والنفيس، ومستعدين باش نأديو الأوامر ديال صاحب الجلالة قائد الأعلى ورئيس أركان الحرب، وعاش الملك. لاسبيرو مرزان إبراهيم. في نهار 16 صباح بكري حاولوا المرتزقة البوليساريو باش يهجموا علينا، لكن والحمد لله بالقوة ديالنا
وبالشجاعة ديالنا استطعنا باش نتصداو لهذا الهجوم ديالهم بالأسلحة اللي عندنا وبالقوة الإيمانية ديالنا. والحمد لله استطعنا باش نكبدوا خسائر فادحة في صفوف المرتزقة البوليساريو، وهكذا حصلنا على عتاد كثير وخلاو أرواح متعددة ورديناهم بكل شجاعة وبكل قوة. وحنا والحمد لله مجندين كل التجنيد وراء رائد المسيرة وجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، لنحافظ على وحدتنا الترابية ونقف بجانبه في السراء والضراء. وشكرا. سلطاني محمد من قطاع أمقلة. لقد هاجموا البوليساريو بقوة كبيرة، ورغم ذلك تصدينا لهم بكل شجاعة وكل فرح وكل سرور، ورديناهم على أعقابهم وغنمنا كثيرا من الأسلحة وخلاو بزاف ديال الضحايا. نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة في كل لحظة وفي كل ساعة حتى نحقق النصر ونرد كل أعداء يريدون أن يمسوا وحدة وتراب وطننا العزيز. إنها ارتسامات وصور تجسد السيطرة التامة لقواتنا المسلحة الملكية على كل المواقع، وارتفاع معنويات ضباطه وجنود قواتنا الباسلة إيمانا بقدسية قضية وحدتنا الترابية.